ايه اللي انت عملته ده والله يا باشا انا مش عارف ايه اللي جابني هنا اصلا. يعني انت داخل تلطش في الناس وتضربهم ولا كانك عدوهم، وتيجي في الاخر تقول معرفهمش ومعرفش ايه جابني هنا؟ انت هتشتغلني يا عم. طب لو اقول لك ان انا مش من هنا اصلا، انا اصلا من طنطا ومعرفش ايه اللي جابني هنا. فصاحبنا التاني يرد عليه ويقول له ايه اللي في دماغك ده؟ واول ما يبص في المرايه لنفسه يقول له دي الشريحه الجديده اللي قالوا انها بتساعد الناس. شريحه؟ طيب اللي فات ده كلام ألفناه لحوار ممكن جدا نشوفه السنين اللي جايه. سنين ايه؟ ده مش بعيد يكون كمان كام شهر، طول ما في امثال عم ايلون ماسك واللي شبهه، ومن اختراع للتاني يا قلبي لا تحزن. ايه حوار الشريحه وايه حوار ايلون ماسك وايه حوار انا مش من هنا ده؟ تعالوا نبدا الحكايه من البدايه. اتكلمنا من كام حلقه عن الذكاء الاصطناعي وازاي ممكن ياثر في حياتنا، سواء بطريقه بقى كويسه او بطريقه تودينا ورا الشمس اصلا. خليني اقول لك ان حوار الذكاء الاصطناعي ده قديم حبتين، بس الاسم ده تحديدا ما انتشرش غير الفتره اللي فاتت. هتقولي ازاي يعني موجود من زمان؟ هقول لك يعني الموبايل اللي في ايدك اللي انت بتتفرج منه دلوقتي، اللابتوب اللي في بيتك، الآلة الحاسبة اللي انت بتستخدمها وبتحسب 1 زائد 1 بيساوي كام، وتطلع مصاريف الجمعية والديون من المرتب وتلاقي مش باقي لك غير 100 جنيه في الشهر. اما انت آلة حاسبة مش جدعة بصحيح. كل ده يا معلم شغل ذكاء اصطناعي، بس كل دي امثلة عادية جدا. طب خليني اقول لك ايلون ماسك عمل ايه. ايلون اول ما بدأ اسمه يظهر للعالم كان بتاع العربيات التسلا الكهرباء، اللي هو ما تيجي نشيل المكنة اللي بتحرق بنزين دي ونحط لها بطارية اوفر، ولما تخلص البطارية نشحنها ونفضها سيرة. وطلعت من هنا تسلا وانتشرت في العالم كله. طب ايه يعني؟ هي التسلا يعني ممكن تعمل ايه زيادة؟ انا عاوز حبشتكنات اكتر من كده. طب ما تيجي نشيل السواق ونخليها تسوق لوحدها. تخيل يا مؤمن تطلب تاكسي علشان يوصلك مشوار، تلاقي العربية داخلة عليك لوحدها وبتفتح لك الباب وبتقول لك اتفضل. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم، عربية راكبها جزء. ونخلص من تسلا وافتكاساتها، يطلع لنا عم ايلون بمشوار تاني خالص، يجي يقول لنا الناس اللي بتطلع الفضاء والصواريخ اللي بتساعد في طيران مركبة الفضاء دي بتقع في البحر ولا على الارض، وكل دي فلوس ضايعة وكله للتبذير يا فوزي. انا بقى هعمل لكم اختراع يخليكم تستفيدوا منها. طب ازاي يا عم ايلون؟ هنعمل مشروع اسمه سبيس اكس، وده هيخلي الصواريخ بدل ما تنزل وتنفجر فاحنا هنقدر ان احنا نتحكم فيها بريموت كنترول كده وننزلها على الرايق وننضفها ونستخدمها مرة تانية. طب الموضوع ده ليه فايدة؟ طيب طبعا ده وفر ملايين الملايين للشركات دي، وطبعا هو اكل التورته كلها لوحده، ما انا اللي حطيت الخطه وانا اللي قلت هوبا. بس كل دي اختراعات عاديه يعني ما فيهاش قلق زي ما انت ما بتقولي ومقفوره. طب بصي يا سيدي، عم ايلون طلع من فتره وقال انه عايز يركب شريحه في دماغ البني ادمين بحيث انهم لو تعبانين تقدر تساعدهم. يعني مثلا لو حد اخرس يتكلم، ولو حد اعمى يقدر يشوف. تقولي هو ينفع؟ اقول لك هو تقريبا كده نفع، يعني في امل اهو. اقول لك الكلام ده مش جديد اصلا. حد فيكم يعرف ستيفن هوكينج؟ ده عالم متخصص في الفيزياء النظريه وعلوم الكون. الراجل ده وهو عنده 20 سنه كده بدا يجيله مرض اسمه التصلب الجانبي، وده بعد فتره بيخليه مشلول تماما، يعني ولا يقدر يتحرك ولا يقدر يتكلم. خليني بقى اقول لك ان الراجل ده مات وهو عنده 76 سنه تقريبا، وليه مؤلفات واختراعات ونظريات كتير جدا عملها وهو ما بيتحركش من مكانه ولا بيتكلم. طب هو عمل الليله دي كلها ازاي؟ هقولك. الراجل ده ما كانش فيه اي حاجه شغاله غير دماغه وعينه بس، والشركات اللي كانت شغاله في التكنولوجيا كانت شايفه انه حد مؤثر جدا وانه عالم تقيل ويتقل بالذهب، فكانوا بيخترعوا له حاجات مخصوصه علشان تساعده. يعني الكرسي المتحرك بتاعه كان عباره عن جهاز كمبيوتر، بس طبعا مش زي بتاعنا. انت كحيان يا محمد. خليني اقولك انه كان بيبص للشاشه اللي قدامه وكان فيها برنامج بيراقب حركة عينه ويشوف الحروف اللي عينه بتقف عليها ويحولها لجمل مكتوبة، ويحول الجمل لصوت علشان الناس تقدر تسمعه، وحوارات كتير من دي. طب هل الراجل ده بس هو اللي التكنولوجيا ساعدته؟ ستيف مايلاند كان بيلعب كورة وجاله نفس المرض، وبدأ انه يستخدم برضه نفس الحوار بتاع ستيف هوكينج علشان يقدر يحكي للناس قصصه ويحاولوا يساعدوهم في حل المشكلة دي. دكتور نفسي يعني. ولو دورنا في قصص تانية هنلاقي ناس كتير جدا كان عندهم إعاقات حركية والتكنولوجيا ساعدتهم وخلتهم يحسوا انهم ناس عاديين جدا ما عندهمش اي امراض. طب ايه علاقة ايلون ماسك
بالليله اللي انت بترغي فيها دي. عم ايرون حاسس ان ده مش كفايه، وانه لازم يكون ليه دور واضح وصريح في انه يساعد البشريه، ويحسس الناس اللي عندهم اعاقات بتمنعهم من انهم يمارسوا يومهم بشكل طبيعي انهم طبيعيين، وان مفيش فرق ما بينهم وما بين اي حد تاني. طب ما الموضوع شكله حلو اهو، مفيد وهيساعد الناس. مالك يا ست؟ هو في حاجه ببلاش يا معلم؟ هو احنا كده لازم نفترض سوء النيه ونتوقع الوحش قبل الحلو؟ اصل تخيل كده، هو نزل الشريحه دي وزرعها في دماغ اللي عندهم مشكله وبقوا طبيعيين فعلا وزيهم زي غيرهم، ويجي بعدها بحبه مثلا يقول لك احنا عايزين نزود فيها شويه امكانيات، فمثلا نقدر اننا نستغنى عن الموبايل، ولما تعوز تعمل مكالمه او عاوز تتواصل مع حد تفكر فيه بس، والشريحه تقوم موصلاك بالشخص التاني، وتقعدوا ترغوا بقى وتتكلموا في دماغ بعض. المعنى الحرفي اللي كلته ودني. ده انت تيجي تمسك بدل الشيخ خديجه المغربيه اللي جنب الحبيب بقى. طب لو قال لك احنا هنطور جامد ونخليها مش عارف ايه، وناس اكتر واكتر بدات انها تتقبل وجود الشريحه دي، طب مين هيكون متحكم في مين ومنين بيودي على فين؟ اصل خليني افترض معاكي يعني انه في مره كده الاقي نفسي بعمل حاجه مش بارادتي، والنبي منى دي اختي منى يا ست الشريحه عيب، ما ينفعش كده. شكرا بقى يا معلم، انت مش بتاع نفسك اصلا. تخيل لو انت في تجمع ديني مثلا وجه حد من دين مخالف لدينك وراح عامل عليك هجوم مميت، ولما اتقبض عليه قال في التحقيقات نفس اللي قلته في اول الفيديو، وهو فعلا ممكن يكون بيتكلم جد. يعني هو ممكن يكون حد مسيطر عليه وهو اللي خلاه يعمل كده، والشخص ده بريء ولو في وعيه مستحيل يعمل كده، بس هو تحت سيطرة حد تاني. طب هو فعلا ممكن حد يسيطر على دماغنا ونبقى شبه الليمبي في فيلم الليمبي 8 جيجا، واما الليمبي مرضاش يراضي الدكتور بتاعه وراح مفيرس له الشريحه اللي في دراعه وخلاه يخرف في الكلام ويجيب يمين وشمال، اللي هو يا معلم انا مش عارفني، انا تهت مني، انا مش انا. خليني اقول لك ان في الوقت الحالي مفيش حاجه اكيده، بس المصيبه ان في ابحاث شغاله فعلا عن الموضوع ده. تسمع عن مشروع اسمه بوزيتيف 300؟ المشروع ده بيتم فيه التحكم بالعقل والتحكم بالصوت، يعني تتحكم في جهاز الكمبيوتر بالصوت بالدماغ كده. تخيل بقى لو في شريحه في دماغ اللي قدامك حولته الكمبيوتر، هتقدر تتحكم فيه بكل سهوله. شربني، وكلني، وصلني، ما تبصش ايدي يا علاء لا. او حتى مشروع البي سي اي، وده برضه بيستخدم علشان التحكم بالكمبيوتر، بس ده خلينا نقول انه حقيقي فعلا في الوقت الحالي. زي مثلا الاطراف الصناعيه اللي بتركب للبشر وبتقدر انها تستقبل اشارات من المخ والعضلات علشان تقدر تساعد الطرف الصناعي بانه يتحرك وتخلي الانسان يعمل اللي هو عايزه والى اخره. كل اللي حواليك ده ذكاء اصطناعي وتكنولوجيا. فيعني احنا لحد دلوقتي ماشيين في طريق الخير، وربنا يستر بقى قدام من عم ايرون وامثاله والناس بتوع الحرب اللي حابين التكنولوجيا علشان بتساعدهم في الخراب. كانت معكم شروق السرفي ببرنامج الحكايه من البدايه.